نتحول إلى إقليم دريوش وبالضبط بجماعة بودينار، حيث أبنى الطفل صهيب أمعمران الذي لم يتجاوز عمره 14 سنة عن مواهب ذهنية غير عادية تمكنه من حل أعقد العمليات الحسابية في الرياضيات والفيزياء. تلميذ في المستوى الإعدادي بمستوى جامعي، تعلق منذ الصغر بعالم الأرقام والحساب ويحمل علامات النبوغ المبكر بشهادة أساتذته. روبورتاج فؤاد عزوزي ومحمد حجوب. يفك بسهولة شفرة العمليات الحسابية المعقدة صهيب أمعمران ذو 14 ربيعا، ابن جماعة بودينار نواحي دريوش، يتقن كل فروع الرياضيات والفيزياء رغم كونه تلميذا في المستوى الثالث إعدادي. كنت نبحث في مجالات عديدة من يعني الهندسة الريمانية، الطوبولوجيا، الهندسة الجبرية والتحليل الرياضي. بالنسبة لي الحلم ديالي هو أن نولي واحد العالم مساعد يتطور يعني في جميع المجالات، البرمجة والفيزياء والرياضيات، وأيضا أريد يعني نقرا في مدارس كبرى بحال هارفارد وأكسفورد وإيمايت. اكتشفته في أول حصة دخل عندي الأولى إعدادي، لقيته كيخدم لانتيغراسيون تريبل انتيغرال، شي حاجة ديال الكلاس بريباراتوار، وكيخدم واحد الدرس سميتو لي سيري دو فوري، كان في الكلاس بريباراتوار. طرحت عليه السؤال، قلت له ولدي هادشي اللي كتخدم انت واش عارفه؟ قال لي نعم استاذ، هادشي راه كنخدمو ملي كنت في الخامس ابتدائي. وديك الساعه عرفت التلميذ باللي راه عنده شي حاجه في العقل ديالو ماشي عادي. صهيب يدرس بثانوية بودينار بإقليم الدريوش، لفت أنظار أستاذه في الرياضيات الذي اكتشف أن تلميذه يعمل على 10 لغات برمجية ويتقن 2 منها. طموح هذا اليافع في أن يصبح عالما موسوعاتيا يصطدم بواقع الحال، فعلى الرغم من تميزه عن أقرانه بشهادة أطر تعليمية، إلا أن طريق صقل الموهبة يحتاج إلى من يأخذ بيده لتحقيق حلم مواصلة الدراسة وتطوير الذات. منذ صغره صهيب يحب مشاهدة البرامج المفيدة وينزوي منفردا في المنزل للقراءة والمطالعة، لا يلعب كثيرا ولا يضيع وقته ويشغل جل أوقاته في الدراسة. تعجب الذي دقة بس في شي مواصفات ماشي في السن ديالو، ماشي تماما. كيناقشني مثلا في مواضيع ادبيه، في مواضيع علميه، في الفيزياء. زعما قلت السيد تبارك الله، زعما شي حاجه ماشي عاديه. كنحاولوا اننا نجريو عده اتصالات على اساس انه يتم اختياره في مؤسسه التميز في الثانوي ليكمل الدراسه ديالو ان شاء الله حتى ما بعد البكالوريا. هذا هو الشغل الشاغل، لان بلادنا مشات في هذا الطريق ديال احتضان هذه المواهب. قد تظهر علامات النبوغ على طفل من الأطفال في سن مبكرة، بيد أن هذه الموهبة تحتاج إلى صقل وإلى تتبع ومواكبة وعناية، تماما كما يحتاج الزهر ليثمر إلى من يتعهده بالسقاية والعناية والاهتمام. السلام عليكم. الأستاذ المحي عماد، أستاذ جامعي في المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بجامعة محمد الأول بوجدة، وأستاذ منتسب بجامعة محمد السادس بوليتكنيك. أنا اليوم بغيت نتكلم على الولد صهيب، تبارك الله عليه. تعرفت عليه هذه بضعة أسابيع، وصراحة تكلمت معه وانبهرت تبارك الله عليه بالقدرات الله سبحانه وتعالى أعطاها في العلوم والتقنيات. صراحة المدهش في كل هذا أن هذا الولد صهيب كيتقن كثير من المواد العلمية، وفي مدارك الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء والبيولوجيا، وأيضا علوم الحاسوب. وعنده تقريبا مستوى عالي في الرياضيات، مثلا يفوق مستوى البكالوريا ولا باك زائد 2. مثلا هو يتقن مثلا الطوبولوجيا، الاريثميتيك، الدول بما ذلك الدول الاكسبونونسيال، لوغاريتميك، وليزانتيغرال جينيراليزي، وخدام حتى على مثلا شي حوايج اللي كيديروا في مستوى باك بلس 2، مثلا لي ترانسفورماسيون د لا بلاس اللي حنا كنقريوهم في النيفو ديال بكالوريا زائد 2. بالنسبه للانفورماتيك فهو كيتقن كثير من البرامج مثل بايثون، مثل جوليا وآر. يعني تبارك الله عليه يتقن جميع المواضيع، كثير من المواضيع. حاليا الولد صهيب خدام على بعض المواضيع اللي من بينها كاين مواضيع كما حنا كنقول لهم مفتوحه، كما كنقولوا دي بروبليم اوفير.
مثلا حاليا قال لي راه خدام على واحد لا كونجيكتور دو كولاتس، حدثيه كولاتس، وراه كيديفلوبي شي كود اللي كيقول له واش واحد العدد صراحه، واش واحد العدد الا درنا لا سويت غادي تمشي لهذاك لا كونفيرجونس الواحد. وخدام عاودة على لي فونكسيون دو زيتا دو ريمان، لي فونكسيون داميلتون، لي زيكواسيون داميلتون عفوا. خدام على لي كور دو غالوا، لي طونسور داينشتاين، وكثير من المواضيع تبارك الله عليه. المهم كان بزاف المواضيع اللي ما ذكرتهاش هنايا، ولكن هو راه باقي خدام عليهم. صراحة أنا نتمنى أن الولد صهيب يلقى واحد الدعم الذي يليق به باش يزيد يطور القدرات ديالو العلمية إن شاء الله، ويكون مفخرة للمغرب. صراحة بحال هاد الوليد هذا راه كنلقاوه غير مرة في العقد. صراحة أنا نتمنى له التوفيق، ونتمنى أنه يلقى واحد الدعم إن شاء الله ولا يوفقه. ونشكر الاساتذه اللي دارونا على اتصال معاه، السي محمد استاذ ديالو في الرياضيات من هذا المنبر، لا يجازيه بخير، لان لو كان ماشي هو ما نعرفوش دابا صاحب. تبارك الله عليه، الله يوفقه. شكرا.